الفترة اللي فاتت كثر الحديث عن أغنية شعبية مشهورة غناها المطرب الشعبي أحمد عدوية، ولحنها الموسيقار الكبير هاني شنودة، وهي أغنية زحمة يا دنيا زحمة. الأغنية دي اتشهرت في مصر وبتتغنى في الوطن العربي، بعض الدول طبعا، وفي الخارج. اللي ألف الأغنية دي هو حسن أبو عثمان. كثير جدا من الأغاني اللي نجحت كان هو اللي مؤلفها. بس عشان أقول لك على حاجة بسيطة، حسن أبو عثمان هو اللي وضع الفنان الشعبي أحمد عدوية في صفوف أشهر مطربي الأغنية الشعبية بالأغاني اللي كتبها له وغناها، وأشهرهم سلمية أم حسن، وكله على كله، وبنت السلطان، وحبة فوق وحبة تحت، وزحمة يا دنيا زحمة. آه خد بالك، حسن أبو عثمان ساهم في نجاح وتألق نجوم الأغنية الشعبية زي الفنان الكبير محمد رشدي اللي غنى له عرباوي، وزي المطربين الكبار محمد قنديل وكارم محمود ومحرم فؤاد ووليد توفيق. كل المغنيين اللي اشتهروا بأغانيهم الشعبية كانت من تأليف العبقري الموهوب حسن أبو عثمان. الأغنية بقى الشعبية اللي اتكلم عنها الملحن الكبير الفنان الموسيقار هاني شنودة، زحمة يا دنيا زحمة، قصتها منتهى المأساة. لها حكاية غريبة جدا، يعني تدهش لما تسمعها وتسمع ازاي اتكتبت. الأغنية دي لها يعني قصة غريبة. إن حسن أبو عثمان كان ماشي هو وصاحبه، وبعدين مر على نقطة تفتيش كمين شرطة. كالعادة بيسألوا عن تحقيق الشخصية أو البطاقة، وبالتأكيد ما كانش معاه، وتم اقتيادهم للحجز للتأكد من شخصيته. حسن وصاحبه لما دخلوا الحجز، حسن كان ساكت، لكن صاحبه كان عمال يزعق والزحمة زحمة 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 يا دنيا زحمة. حسن لقط الكلمة دي وطلع علبة كبريت وقلم وقعد يكتب، وانهمك جدا، وترك كل ما في الحجز من زحمة وصوات وكلام، وقعد ينهمك في الكتابة. وبعدين بعد ما خرجوا من الاسم، صاحبه بيقول له: انت كنت عمال تكتب ايه ومنهمك في الحجز، واحنا عمالين مخنوقين من الحر ومن الزحمة، وانت منهمك جدا وسعيد. قال له: الحقيقة انا يعني انت عطيتني بداية أغنية جميلة لما قلت زحمة، فأنا كتبت أغنية كده: زحمة يا دنيا زحمة، زحمة وتاهوا الحبايب، زحمة ولا عادش رحمة، مولد وصاحبه غايب، وأكمل بقى الأغنية. وبعد كده آه يعني راح أخذ الأغنية دي وأعطاها لمنتج أغاني أحمد عدوية على أساس ينتجها لأحمد عدوية ونسيها.